طبعا قد يجادل بعض الناس ويقول لك يا أخي مالا كيفاش نقدروا ندافعوا على مصالحنا، ومثلا كيفاش نقدروا ندافعوا على الشعب الليبي لو أردنا الدفاع عنه. يستطيع الجيش الجزائري أن يغادر الجزائر بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون النظام شرعي. جابوا الشعب، أرادوا الشعب، مش الشعب يقول جنرالات لا بوبيل والجزائر تدي الاستقلال وأنتم تريدون إرسال الجيش للقتال لمصالح استعمارية. ثانيا أن يكون ذلك ماهوش في إطار ما يسمى بعملية السلام، لأن هذيك مش عملية السلام وحفظ الأمن، هذيك عمليات تقررها القوى الكبرى حسب مصالحها. الجامعة العربية خاضعة تماما لقوى كبرى وتديرها إمارات السعودية والإمارات وأمراء السعودية والإمارات والسيسي. الاتحاد الإفريقي خاضع للفرنسيين والأمريكيين. أما مجلس الأمن فهو بالنسبة للأمم المتحدة هو الذي يقرر، وهؤلاء كما قلت هم الخمسة. إذا الشرط الثاني أن لا يكون في ما يسمى حفظ الأمن، لأن هذا ليس أمن الشعوب، هذا أمن القوى الكبرى والقوى الاستعمارية وخدمة لمصالحها. والشرط الثالث أن يكون دفاعا عن المظلومين وعن مصالح الجزائر أو مصالح الجزائر والمظلومين. بمعنى أنه إذا أنا لست ضد أن يخرج جيش جزائري من التراب الوطني بشرط أن يكون دفاعا عن قضايا حق وليس قضايا باطل تقرر في مجلس الأمن وفي العواصم الكبرى، وإنما يقررها الشعب الجزائري. وثانيا أن لا يكون في مصلحة حفظ الأمن لأنها هذه لمصالح القوى الكبرى. وثالثا وهذا هو الأهم أن يكون من عند نظام شرعي شعبي يقرره الشعب. البعض يقول لك تدخل تركيا في ليبيا، قرره الشعب التركي، رئيس منتخب ب51%، قرره برلمان منتخب. أعداء تركيا وأصدقاء تركيا يعرفون ذلك ويعرفون أن في النهاية هناك انتخابات، والدليل أن في الانتخابات الأخيرة خسر حزب أردوغان الحزب الحاكم، خسر أهم البلديات في البلاد، بلدية أنقرة وبلدية اسطنبول. والحكم البلدي في تركيا مهم جدا، ليس مثل الحكم البلدي نتاعنا اللي تابع للولاة ورؤساء الدوائر. عندما يكون لك برلمان شرعي، رئيس شرعي، وتقرر إرسال الجيش دفاعا عن مصلحة الشعب الجزائري أو مصالح المظلومين والمستضعفين، فإنه يمكن. لأن هناك من يجادل يقول لك الجزائر أرسلت من قبل، لماذا نعترض الآن؟ متى أرسلت؟ عندما كان عندنا نظام شرعي. متى كان عندنا نظام شرعي من 62؟ متى كان عندنا نظام مدني منذ 62؟ ومع ذلك في المرات التي أرسل فيها النظام العسكري الذي كان قائما خاصة في عهد بومدين في الغالب كانت للدفاع عن قضايا مظلومين. حتى لو زعم زاعم من أن فعلناها فيما مضى فنقول له من فعلها هو نظام عسكري، وبالرغم من أن ذلك النظام العسكري في بعض القضايا الخارجية كان عادلا وليس في كلها، أو على الأقل كان مدافعا عن المظلومين. لكن ما يراد الآن هو نظام لا، يعني لما يخرج الشعب ويقول تبون مزور جابوه العسكر، ما كاش الشرعية، ويجي يقرر هذا تبون المزور مع الجنرالات وإرسال الجيش. إنك ترسل في جيش ضد إرادة الشعب وترسله من أجل خدمة قوى خارجية. والآن يعتبرون بصريح العبارة أن الإرسال سيكون في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، أو قل الجامعة العبرية الآن، يعني في إطار منظمات أصبحت خاضعة للطغيان الداخلي أو الخارجي، وأحيانا لكلا الطغيانين. فالقضية إذن ليست رفضا في المطلق، إنما هو رفض لأن النظام غير شرعي، ولأن واضح أنه يريد الشرعية من الخارج،
وبإرسال أبنائنا. هل رأيتم أبناء الجنرالات وأبناء الوزراء وأبناء السفراء وأبناء الولاة في الجيش؟ أعطوني اسم موجود كجنود أو كصف ضباط أو حتى كضباط احتياط، أعطوني اسم. في المرات اللي أرسلوا فيها أبنائهم للجيش أرسلوهم للخارج. بعض الجنرالات قال لك يرسل ابنه باش يدير الخدمة العسكرية 3 شهور ولقى روحه في بريكسل أو لقى روحه في لندن أو لقى روحه في القاهرة أو في أي مكان آخر، ياخذ دوفيز وراح يدي في الخدمة العسكرية. الخدمة العسكرية راهم فيها أبناء الشعب وأبناء الزوالية، وحتى الجيش في الغالب راهم لا يدخلونه إلا الفقراء والمستضعفين والذين لم يجدوا عملا، وهم الأكثرية في هذه البلاد. تابعت قبل أيام نقاش صاير على إحدى المواقع يقولوا فيه من فضلكم ارفعوا لنا سن 23 إلى أكثر باش نقدروا ندخلوا للجيش، لأن الآن السن 23 باش تقدر تدخل أقل من ضابط، أو ضابط لازم 25 سنة، إذا كان أكثر من ذلك لا تستطيع أن تدخل، لأن الناس لا تجد ما تأكل، الناس لا تجد عمل. خلينا نقول لكم باش ناس ما يقولكش فيه مبالغات عندما لا تقول ما لا يجد ما يأكل. خلينا نوريكم شهادة جديدة، مش قديمة يعني جديدة ومن القلب. اسمعوا هذا. مثلا عندي جنسية جزائرية، على ما عنديش حق باش نخدم. في سابقة مؤسفة ببلدية عريب ولاية عين الدفلة قرر أحد المواطنين وضع كليته للبيع بسبب الوضع المادي الذي يعيشه رفقة عائلته وعدم قدرته على دفع تكاليف علاج زوجته وابنته. ما عنديش، ما كانش مصروف، ما عنديش. أنا يقول لك الزوجة تاعي ما لقيتش باش ندير، ما لقيتش والله، ما عندي، ما كانش. بنتي تقول لي جيب لي ألعاب باش ما كانش. على هذيك فكرت وجمعت العائله وقررت باللي نبيع الكليه تاعي. ما قبلوليش بصح، لكن انا ما الله غالب، ما بليدي حيله، ما عنديش حل واحد اخر. المنظم هذا يبيع الكليه نتاعو. فيه ناس قبل سنوات تابعت برنامج او شفت في فيديو باعوا اولادهم، مدوهم للناس الاخرين لانهم لا يجدون اكل لهم. قبل سنوات كتبت صحافتهم أن امرأة وأبنائها ال4 أو ال5 وجدوهم بعد أن خرجت الريحة تاع الأموات جثث جوع لا يجدون ما يأكلون، وكانت في إحدى مدن الشرق. وهناك أمثلة بالآلاف، والناس راهي تعيش في الجزائر وراهي تعرف الناس اللي كانوا يسكنون وما زالوا يسكنون في الشوارع. بل ها هو واحد، هذه جديدة أيضا، ساكن في كاميون. شوفوا يا ناس، الله يستركم يا خوتنا، عاونونا. شوفوا يا ناس، الإنسان هذا راهو عايش في كاميو. شوفوا يا ناس، هذا الإنسان راهو عايش في كاميو. شوفوا الوليد هذا مسكين كيفاش راهو عايش. شحال في عمره الأخت هدايا؟ 40 يوم. يا ناس الخير، ناس مستغانم، على بالنا بلي انتوما ناس كرام، ناس بالشر، على بالنا بلي انتوما ناس كرام. عاونوا هاد الناس باش يكريو، ما عندهمش باش يكريو. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ناس، هاد الناس راهم عايشين في كاميو. وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ممن سقطت عليهم ديارهم، ممن طردوهم، وهم يعترفون بأن عندهم 8 ملايين ونصف في مناطق الظل يعيشون في مناطق القصدير. فرحان محمد السعيد قال لك هل كنتم تعرفون ذلك؟ احنا اللي قلنا لكم عليها. يعني كل الشعب الجزائري جابوه من المكسيك أو جابوه من الهند أو جابوه من تايوان وما يعرفش ما يجري. محمد السعيد اللي عايش مع كبار المجرمين وفي كلوب ديبا هو اللي يعرف ما يجري. يا مرتزق، بلغت 75 سنة من عمرك ووصلت في نهاية عمرك إلى أن تكذب بلا حدود وعلى كافة الاتجاهات والمستويات. ألا تستحي في هذا السن؟ كم بقي لك من عمرك؟ قد أموت قبلك، لكن كم بقي لك من عمرك؟ 50 سنة أخرى؟ لا أعتقد. لو بقيت لك 50 سنة أخرى
ما تكونش مرتزق وتدخلها على إسلامي، على محند سعيد قبايلي، على مانيش عارف، دخلها أي شيء باش تمس في أي اتجاهات. الناس يكرهون المنافق، كل الشعوب تكره المنافق، خاصة إذا كان بلغ من الكبر عتية. قضية إرسال الجيش هذه لا علاقة لها بمصلحة الجزائر ولا الجزائريين ولا إفريقيا. قال لك في إفريقيا راهي تنحط. ويعجبك فيه إشارة أخرى، إرسال يقول لك إرسالنا قرارات الشرعية الدولية، يعني ترسلها لإسرائيل مثلا. خلينا نعطيكم مثال، هاي فيه قرارات، مئات القرارات نتاع الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن. هل مجلس الأمن يستطيع أن يرسل قوات مش حتى مسلحة، قوات غير مسلحة للدفاع عن الفلسطينيين مثلا؟ مجلس الأمن سيرسل قوات أين يريد هو أن يرسل وأين عنده مصالح. أما دولة إسرائيل، دويلة إسرائيل، فلا يستطيعون فعل شيء معها، مع أن الشعب الفلسطيني هو من أكثر شعوب العالم مظلومية اليوم. ما يقارب من 73 سنة من احتلال استيطاني، والآن ما بقي من 22% اللي باقية، نتنياهو وترامب وكوشنر يضيفونها تقريبا، إذا استثنينا غزة وبعض المناطق الصغيرة، يضيفونها إلى ما يسمونه بالدولة اليهودية. علنا يسمونها الدولة اليهودية، ما عندهمش مشكل. طيب ما أنتم تقولوا على الدول هذه كيفاش تسموها باسم الدين؟ لا ما عندهمش مشكل. قبل أسبوع خرج ترامب بالإنجيل في يده في هذه المعركة التي يقوم بها المستضعفين في أمريكا ضد تغول البوليس العنصري. خرج بالإنجيل في يده. إخواني، الاعتراض الأعظم والأكبر هو هذا نظام غير شرعي، والجزائر تدي الاستقلال. كل ما يأتي من عندهم مرفوض، فما بالك إذا كان الهدف منه هو تدمير جيشنا وقتل أبنائنا وجعلنا حركة وعملاء وديترايور وزواف جدد عند القوى الاستعمارية. يجب أن يرحل هذا النظام، ما عندناش خيار. القضية اللي وصلنا الآن وراهي تتراكم، وراكم شفتوا هذا الشهور الأخيرة إدارة سيئة كارثية لموضوع كورونا، تخبط. الناس راهي تخرج الآن في عدة مدن، خرجت اللي خرج من على جال الأسعار تاع رفع أسعار البنزين. لما سقط أسعار البترول في 2014 بدأوا في رفع أسعار البنزين عندنا ليبلغ تقريبا الزيادة 100% في ال5 سنوات الأخيرة هذه.